بركة بسم الله. اللايف النهاردة فيه عدة مواضيع. الموضوع الأول بالنسبة للمدرب بتاعنا، الصفقات اللي هي عاجباه ومش عاجباه. والموضوع التاني تصريحات الكابتن محسن صالح. الموضوع التالت اللي اتطرد من قطر وجاي برضه يغلط ويقل أدبه في رموز النادي الأهلي. حط رموز النادي الأهلي في جملة مفيدة. وتصريحات حجازي وسوق الخضار اللي احنا عايشين فيه. يبدأ بالمدرب بتاعنا دلوقتي. كان عمر فرج طبعا كان جاي ببلاش. واحنا عندنا عجز في في حتة المهاجم. قال لك لا ابو بلاش، لا احنا عايزين واحد سنغالي وعايزين واحد يدفع فيه ضرورات. ليه؟ عشان النادي الاهلي بيقول له حاضر ونعم. دي نقطة. النقطة التانية اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. تصريحات الكابتن محسن صالح أنا ما شفتش فيها حاجة إساءة ولا بتاع. الراجل بيتكلم برؤية، يعني راجل مدرب كبير وابن النادي الأهلي أساسا، وتعب من أنا عارف تعب وساب نجلة التخطيط ديت ليه؟ بسبب برضو العبقري مش عاجبه حاجة، ودوت راجل صحته يعني ربنا يشفيه، مش ناقص هو منهد. قالك لا ريح نفسه وارجع للتحليل، ربنا يديله الصحة. اتكلم بقى بنقطة بين رمضان وطلع شبانة قال ده ازاي انت بتقلل منه؟ مش بتقلل. هو ما قللش من حد، وبيقول لك ان بين رمضان زي مثلا زي قفش، زي امام عاشور، ما يزيدش عليهم، يعني مش الواو يعني. جه ما جاش. لكن دوت بقى متمسك بيه. يدفعوا بقى بدل ما كان هيجاب 2، لا يدفعوا فيه 3 ولا 4، ويفضل يخلي الأهلي يلف حوالين نفسه. ليه؟ اهو انت دلوقتي كل حاجة مش عاجباه. هو ماشي سيد عبد الحفيظ وماشي خالد بيبو، بكرة بقى يقول لك ماشوا كابتن الخطيب بقى بالمرة. يعني احنا ما يعني ما بنسيب حاجة، يعني بنسيب على الآخر، مش بيبقى في توازن. انت ليه؟ ايه اللي ليك وايه اللي عليك؟ احنا اضرب نادينا. قلت محمد اسماعيل دوت، خدت بالك؟ هو اللي هيضيعه مننا، يضيع من النادي الاهلي، وقاعدين يلفوا حوالين منه وهو مصمم الواد برضه بعد الاعلام يا بدالك لا مستعد اروح الزمالك. صحيح هو ولا اتكلم ولا حصل حاجه. هو عايز مستني اللي هو يجي الاهلي. وزيكو مش وحش، بس بقى المدرب بقى مش عايز. قلنا لك ربيعه وياسر 31 32، يعني السنه الجايه هيجي يقول لك انا مش عايزه. يبقى احنا ضيعنا محمد اسماعيل وقال لك اتصرفوا في دول بقى، نعمل ايه ساعتها؟ أيوة. وخش بقى على حجازي. حجازي من حقه اللي يزعل لما بقى يعني احنا نظام سوق خضار، كل واحد يبقى ملتزم بوضعه. انت مدرب مساعد تخليك قاعد، مدير الكرة ابص الاقي مدير الكرة واقف يقول له في ودنه، والمساعد يقول له طب نزله بقى، ما خلاص بقى، ما هو احنا غالبين 3. طب ما اللعيبه اما يسمع كده يرجعوا تقول له لا ازاي ما يسمعش نداء الوطن؟ الكلام دوت في انديه، مش في منتخب مصر. حكايه سوق الخضار دوت لازم يبقى في نظام.
أما بقى الأخ اللي اتطرد من قطر ده هيقل أدبه كل يوم والتاني ويجيب سيرة رموز الأهلي، مش هنسكت له. احترم نفسك وما تجيبش سيرة النادي الأهلي. أنت عارف يعني أنت مطرود ليه؟ أنا بقول لك أهو. يلا إلى اللقاء.